هل تفتكر ان الرام التي ار اكس ماتت؟ مفيش وحش بيموت، الوحش راجع وقوه اكبر من زمان. اسمع الحكايه. الجيل الاول من التي ار اكس نزل 2021 وتوقف بعد موديل 2024. ليه توقف؟ عشان سببين: قوانين الانبعاثات وموتور الهلكات اللي توقف اصلا من الانتاج. وما كانوا نزلوا حاجه اسمها الرام ار اتش او 2025 6 سلندر 540 حصان، خف اهدى اوفر. 540 حصان اهدى؟ طب ازاي؟ بس الناس ساعتها كانت مستنيه حاجه واحده بس، التي ار اكس الحقيقي. ستيلانتس اعلنوا رسميا ان التي ار اكس راجع تاني كنموذج اولي في 2027 8 سلندر بالسوبر تشارج اللي بيونون، وهتبقى اعلى من الجيل القديم بحوالي 75 حصان، 3 سبعات 777 حصان. التسارع من 0 ل 100 في حوالي 3 ثواني ونص، وده بيخليها اسرع بيك اب بنزين انتاجيه في العالم. طب ابو عمر وار اتش او دي هيعملوا فيها ايه؟ والله هي مكمله الناس اللي عايزه قوه منطقيه واستهلاك اقل بال 540 حصان. ركز. اما التي ار اكس الجديده فهتنزل تقريبا من اول $100,000 وتركيز كامل على الاداء المجنون المتعارف عليه للتي ار اكس. قول لي بس صديقي، لو خيروك دلوقتي بين الار اتش او ولا التي ار اكس هتروح لمين فيهم؟ بس كده. انا عمر عباري، سلام عليكم.